مغربي كيعيش في ألمانيا، ركب في الألمان الرعب بجريمة القتل بطريقة مخيفة وبشعة. كمل القصة وبارطاجيها باش الناس توصلهم الفكرة وتوصلهم الحوايج ديال المصلحة باش كينتهيو، فين كيوصلوا حوايج المصلحة، باش تعرف، باش أي واحد يعرف في هاد الدنيا اللي كيخدم هو المعقول ونيشان، والإنسان يكون صريح من الأول باش ما يوقعوش المشاكل. قصة. 55 von Gleis 1. اهلا وسهلا بكم مره اخرى في القناه عديل المواجه. اليوم غادي نحكي لكم واحد القصه واقعيه اللي وقعت في مدينه هيبنهايم ولايه هيسن المانيا، ووقعت بالضبط نهار 31 في شهر 8 2025. قبل ما ندخل في القصه وندخل في الموضوع مباشره، بغيت نتوجه ولا بغيت نتطرق لواحد الظاهره اللي كتعلق اصلا بهذه القصه هذه اللي غادي نحكي لكم. ما هي الظاهره؟ الظاهره القتل من طرف الاجانب اللي كيعيشوا في المانيا. الاجانب بصفه عامه، انا ما كنهضرش، هذه القصه اختاريتها حيت كتعلق كانني مغربي، وهذه القصه كتعلق بالمغاربه والضحيه مغربي، يعني الضحيه والجاني بجوجهم مغاربه. فلهذا بغيت، عجبني هذا الموضوع وبغيت نبارطاجيه باش الانسان ياخذ عبره ويعرف الحاجه المصلحه باش كتنتهي وفين كتوصل. الظاهره اللي بغيت نوصل لها، ما عرفتش واش فعلا المانيا كيف كيقولوا فعلا المانيا بلاد الكآبه، بلاد الاكتئاب، بلاد الديبرسيون، بلاد الله اعلم. انا عايش في المانيا تقريبا 15 سنه، كتجيني الحياه ماشي غير المانيا غيجيك الاكتئاب، يقدر يجيك الاكتئاب في بلاصه اخرى، يقدر يجيك في المغرب، يقدر يجيك في، انا الحمد لله كتجيني هذه هي الحياه، ماشي كتجيني هذه المانيا بلاد الاكتئاب، نو بالعكس. انا ما كنشوفش المانيا هكا، انا كنشوفها بواحد الطريقه اخرى. المانيا انا كنشوف المانيا بلاد جميل، بلاد زوين ديال المستقبل ديال بنادم يكون طموح ويكون باغي يخدم وباغي يوصل وباغي يكافح بالطريق ديال المعقول، ماشي ديال المهم بلا ما ندخل شي موضوع ماشي هو هذاك. اللي غير الظاهره هذه اللي واقعين في هذه السنه وفي السنوات الاخيره اللي فاتوا، كنسمعوا هادشي بزاف من طرف السوريين، الايرانيين، الافغانيين، الاجانب بصفه عامه. خوتي اللي ما عرفتش انا شنو هو السبب اللي كيوقع ما بين الزوج والزوجه، والزوج كيقتل الزوج ديالو، ولا الزوجه كتقتل الزوج. المهم فهمتوني شنو بغيت نقول لكم بلا ما ندوخ ونخربق كل شيء. المهم هاد الظاهره هذه وقعت في المانيا بزاف، وكاينين بزاف هاد الحوايج هادو، ما عرفتش شنو هو السبب. وحتى في اوروبا، ماشي غير في المانيا، في اوروبا بصفه عامه. اللي بغيت نقول نصيحه خويا، ديما الانسان يبقى ريلاكس، ديما تكالم اخويا. العنف ما عمرو كان حل باش تحل شي مشكل، ولا العنف سيرتو في المانيا ماشي تاع عاده غنتقام ولا تاع. المانيا كاين فيها قانون وكل شيء كيحترم القانون وكل شيء كيتبع القانون، هذا ما كان. المهم القصه ديالنا، غندخل في القصه ديريكتومون مباشره. القصه ديالنا خوتي اللي هي ديال واحد الزوج في العمر ديالو تقريبا 55 سنه، يعني قرب يكمل 60 سنه. قتل الزوجه ديالو بواحد الطريقه مخيفه، واحد الطريقه ما تشوف تصاور. وهذا الشيء راه بالمصدر اللي كنهضر معاك فيه اخويا، راه كاين المصدر، لان الجرائد الالمانيه كلهم كيكتبوا على هذا الموضوع وعلى هذه القصه. وقصه يعني مرعبه، فعلا مرعبه، ما تبغيهاش لعدوك. قتل الزوجه ديالو، قتلها على سبب الطلاق، لان الزوجه طلبت منه. كان بيناتهم نقاش، وكان من بيناتهم نزاعات تقريبا اللي ما حطتهمش الصحافه، ما حطتش كل شيء وما حطتش التفاصيل. المهم القصه مؤلمه لواحد السيده في عمرها تقريبا 34 سنه، مغربيه عايشه في المانيا في مدينه هيسن كيف قلت لكم، اللي تقتلات وسط الدار ديالها وقدام وليداتها. هادشي هو اللي كيأثر في القلب وكيضر في القلب، لان تقتلات قدام وليداتها ووسط دارها ووسط الجيران وبالنهار وكل شيء كيشوف. هذه هي اللي المهم القصه خوتي. المراه كيف قلت لكم في عمرها تقريبا 34 سنه، تقتلات وسط الدار ديالها، واللي قتلها هو الزوج ديالها. علاش قتلها كان عندهم نقاش، كان بيناتهم نقاش، كانوا نزاعات، كانوا مشاكل، ولكن وصلت بهم حتى الزوجه اللي واقيلا الله اعلم، حنا ما عارفينش التفاصيل، حتى شي واحد ما غادي يقدر يعرف ما بين الزوج والزوجه المشاكل والخصوصيات ديالهم. يعني حتى شي واحد ما يقدر يعرف، واخا تكون تقريب ليهم كثر بزاف، يعني الخصوصيات هذوك الخصوصيات الزوجيه كيبقاو ما بين الطرفين، ما بين الزوج والزوجه خاص.
ولكن المشاكل ملي كيوقعوا بحال هاد الكارثه ولا بحال هاد القصه اللي غادي نعاود لكم، يعني كلشي كيتفضح وكلشي كيبان. ملي كتوصل تهز السلاح الابيض او السكين او شي حاجه اللي غادي تقدر دير بها شي جريمه اللي بحال هذه خايبه، ما توصلش لهاد الدرجه. يعني النقاش، تناقش مع الاخر بالكلام. سيرتو في المانيا ما كيعترفوش بشي حاجه فيها العنف، ما كيعترفوش بشي حاجه اغريسيف، ما كيعترفوش بها. المانيا الا كنتي اغريسيف وكنتي في العنف يعني غتجيبها في راسك اخويا وغتضيع حياتك في المانيا، ما تخدمش في المانيا. المهم قتلها. علاش قتلها؟ حيت وصلت بها المراه، طلعت ليها كيف كنقولوا بالالمانيه شناوتسافول، يعني وصلت ليها ما بقاتش قاده، ما بقاش تقاد عليها الصبر، ما بقاش صبرات وطلبات منه الطلاق. ملي طلبت منه الطلاق السيد اشنو دار؟ ما تقبلش ديك الكلمه ديال الطلاق، ما تقبلش طلقني ولا عطيني براتي. كاع كيف كيقولوا بعض النساء ولا بعض العيالات ملي كيشوفوا كيوقع لهم شي مشكل مع الراجل، طلقني، عطيني براتي، خليني نمشي لدارنا، خصني نقضى، خصني ندير. في الغربه لا، في المغرب شيء اخر وفي الغربه شيء اخر. يعني هنايا ما كاينش ديك اللعبه ديال تخرج يلا تمشي عند امك عند باك. هنا في الغربه الا كانوا والديك في الغربه حاجه باينه، اما لما كانوش والديك في الغربه فكتكون صعيبه واحد القضيه، صعيبه واحد شويه. لان علاش؟ الا مشيتي انت طلقتي اولا ما بغيتيش تبقاي مع راجلك وبغيتيش للدار، غتدخل الحكومه ضروري. غير الا خرجتي من الدار وبغيتي تمشي مع مثلا، كاين واحد البلاصه اللي كيمشيو لها العيالات كيسموها بالالمانيه فراون هاوس. فراون هاوس غير على مديور، غير على قبل دوك العيالات اللي كيكون عندهم مشاكل مع الراجل ديالهم، مع الزوج ديالهم في البيت، وما كيبقاوش فكيمشيو كيهربوا، كيمشيو مؤقتا يعني حتى يبرد للراجل ولا حتى يشوف شنو يديروا ولا توصل القضيه للمحكمه، فكيدوم هذيك فراون هاوس اللي سميت. انت الا مشيتي لفراون هاوس يعني غديري المشاكل لراجلك. والراجل شنو هو اللي ما كيبغيش في هذا البلاد؟ ما كيبغيش المشاكل، ما كيبغيش. يعني حاولوا تحلوا المشاكل ديالكم بالتي هي احسن وما تخلوش. الراجل كان في عمره تقريبا 55 سنه وهي في عمرها 34 سنه وعندها الوليدات ديالهم. هادشي كامل شنو وقع؟ شو باش انتهى؟ يعني الزواج مصلحه تقريبا، او الزواج اللي ما كتكونش فيه المفاهمه باش كينتهي اخويا؟ يعني الوليدات، يعني دمرات الاسره كلها تدمرات، كل هاد الاسره تدمرات. الوليدات دابا ها هي المراه ماتت، مشات عند الله سبحانه وتعالى الحبس. الراجل اللي قتل مشى للحبس يطبق عليه القانون. والوليدات شنو كيوقع لهم في الله المره؟ ماشي بحال المغرب اخويا ولا في اوروبا. مثلا في اوروبا الا كان عندهم العائله تقدر تكلف بهذوك الوليدات، ممكن، ولكن الاغلبيه ملي كتمشي الام والاب كيمشيو مثلا هذاك مشى للحبس وهذا مشات عند الله، يعني دوك الوليدات فين كيبقاو؟ ولا ما كانش فين غيبقاو ولا كانوا مازال صغار، فالدوله هي اللي كتحكم فيهم، الدوله هي اللي كتكلف بهم وهي اللي كتحمل المسؤوليه ديالهم، فكتكمل لهم القرايه ديالهم، كتكمل لهم الدراسه ديالهم، ولكن كيبقاو كيعيشوا. تقدر اللي كانوا باقيين صغار بزاف فكتعطيهم لواحد العائله اللي تربيهم. كانوا كبار واحد شويه فكديهم الهايم اللي هو بحال قلتي البلاصه ديال رعايه الاطفال والشباب اللي كيكونوا تحت من 18 سنه، السنترو بالعربيه تعرفت. المهم الاب كيف قلت لكم تقريبا في عمره قرب يكمل 60 سنه تقريبا، وقتلها. ومني قتلها يعني قتلها وسط دارها قدام ولادها، والدم ويعني الغوت، والجيران سمعوا الغوت وسمعوا الصداع وعرفوا جا وحده هاودوا للدروج. وكاينين التصاور اخوتي غادي نحط لكم المصدر وباش تدخلوا تشوفوا التصاور. انا مابغيتش نحط تصاور في القناه ديالي مع احتراماتي للناس. الجيران هاودوا وبداو كيسمعوا داك الغوت وعرفوا شي حاجه ماشي هذيك. فالجيران بداو كيبان لهم الدم كيسيل، يعني شتي بحال هكا بلوت فليست اونت دي تيور، يعني الباب مسدود. فليست هي كيسيل، شي حاجه كتسيل، يعني السوائل وداك التخربيق، يعني فليس هكا باش مكتوبه. حيت هادشي ما وقع في المانيا طبيعه الحال، الصحافه الالمانيه وما كيكتبوش لك بالعربيه، سي نورمال. بداو كيشوفوا الدم كيخرج من تحت الباب اخوتي، بداو كيشوفوا الدم كيخرج من تحت الباب خارج من تحت الدروج. مشكله ما تبغاش الالمان تخلعوا وخافوا وما عرفوش شنو واقع لداخل، ولاو كيفكروا كيقولوا واش شي واحد قتلهم كاملين، شي واحد نقص عليهم، قتلهم كاملين، قتل العائله، قتل الاولاد. وكيعرفوا باللي هذيك المراه كانت واحد المراه انسانه. الشهود والجيران كيهضروا عليهم، وهادشي اللي قالوا كيهضروا عليهم زوين الصراحه، ما هضروش عليهم، ما قالوش واحد العائله مغربيه خايبه دارت، لا بالعكس هضروا على المراه زوين وهضروا حتى الراجل زوين. لان علاش؟ الراجل كان خدام وكان ناجح في المسيره ديالو في
في المانيا، يعني خدام، عنده وليداتو، عنده سيارته، عنده خدمه زوينه، عنده صالير مزيان، يعني السيد بخير وعلى خير، ما خصو حتى خير. ولكن شنو هو اللي خلاه هو السبب؟ الكلمه ديال الطلاق. شوف كلمه ديال الطلاق فين وصلتهم، دمر اسره على قدها، دمر الوليدات، المستقبل ديال الوليدات، دمر مرته اللي كانت مرته باقا صغيره يلاه بدات الحياه ديالهم. وهذا الشيء اللي وقع. وشدوه لالمان، يعني شدوه لالمان، الجيران كتفوه، ملي كتفوه صاحبو غيهرب، هو ما بغاش يهرب، هو ما كانش بغى يهرب، هادشي اللي صرح به، اللي صرحت به الصحافه، ما كانش بغى يهرب، ولكن الجيران والناس شافوه صاحبو غيهرب وشدوه كتفوه، عيطوا البوليس وتسناو البوليس حتى جاو. وهي جات لابيلانس قبل ما يجيو البوليس جات الاسعاف هي الاولى، هزاتها داتها، وكانت باقا في الحياه. من جات الاسعاف كانت باقا في الحياه، وداتها غاديه بها الاسعاف الكلينيك. ومول الامانه دا امانته وصل الاسعاف، قبل ما توصل للكلينيك ماتت مسكينه. انا لله وانا اليه راجعون، والله يرحمها والله يصبر والديها. وهادشي اللي كاين. فخص خويا ولا اختي، الا كنتي مزوجه ولا كنتي كتفكري تزوجي، فتزوجي اختي بالمعقول. وسيرتو الناس المغاربه، مغربي في اوروبا ولا مغربيه في اوروبا، فخذ الفكره خويا وفتح دماغك. اللي بغيتي تجيب، كاينين بنات الناس في المغرب، مع تحياتي لبنات الناس في المغرب، ولكن اتونسيو لواحد الفئه اللي هما قلال، اللي غادي نقولهم لك دابا، فئه اللي كيضرقوا باسم بنات الناس، يعني باسم بنات الناس. اتونسيو ما تزوجش وحده. شوف انا نعطيك نصيحه خويا، القصه ديالنا هي كملناها، حطيناها لكم. هذاك مشى للحبس، هذيك ماتت في الاسعاف، داوها الروضه، دفنوها. ما عنديش التفاصيل بزاف باش غادي نقدر نحط لكم. هادشي جبته غير من عند الصحافه الالمانيه وجرائد، وعندي المصدر. المهم غادي نحط لكم المصدر ندير ليه كوبي كولي ونحطه لكم في باش غيبون كيف قلت لكم في الاول، وباش تاكدوا. ولكن هادشي انايا الهدف ديالي من هذا الفيديو باش ننبهك اخويا، باش الا تفرجتي فيا ولا اختي خويا ولا اختي كنتي كتفرج فيا وعايشه في اوروبا ولا عايشه في المغرب وعندك هاد الفكره، تزوجي واحد مهاجر، تزوجي واحد كيعيش في اوروبا. ولكن خويا ولا اختي بغيتي تزوج بها. انا ماشي ضد ديك الفكره ديال ما تجيبش بنت بلادك من المغرب، لا جيبها، صوفيها، عاونها، وقف معها. ولكن اتونسيو، حاجه وحده اللي خصك ترد لها البال، شنو هي؟ يعني ديك الانسان اللي غتزوج بها خصك تكونتروليها، خصك تفليها، خصك تعرفها واش غتزوج بيك عن حب ولا غتزوج بيك غير انت حيت انت عايش في اوروبا باغي الوريقات. اتونسيو حيت تيق بيا خويا، الزواج اللي ما كتكونش فيه الثقه وما كتكونش فيه المفاهمه وما كتكونش فيه الاحترام وكتكون فيه المصلحه، فتيق بيا فهاد الزواج فغادي يخرج لك. وسيرتو انا بالنسبه لي انا مني وجبد، ومن اي واحد مهاجر في اوروبا عايش في هاد البلاد هادي باقي ما مزوج. انا تزوجت، كنت مزوج وطلقت وعندي ولد الحمد لله، وكنفكر باغي نتزوج. كنفكر باغي نتزوج، انا تكون عندي بنت بلادي نتزوج بها نديرها فوق راسي وعينيا. ولكن ما باغيش، يعني الانسان انا كنهضر على راسي، وكاينين الناس اللي بحالي كاينين في اوروبا عايشين بخير وعلى خير. انا عايش بخير وعلى خير، عايش مع ولدي خدام بخير وعلى خير، ما عندي لا مشاكل لا هز لا حط لا والو. يعني غتقدر تزوج، تمشي تجيب شي بنت من المغرب ولا تزوج، تقدر الله اعلم. داكشي الزواج كيبقى قسمه ونصيب، مكاتب، داكشي اللي مكتبوا لك ربي هو اللي غديه. ولكن حاول دير الاسباب واحد شويه، وحاول تعرف فين غتحط راسك. بزاف واقع في اوروبا خويا، اللي الراجل ولا البنت كيمشي يجيب، كيتزوج من المغرب وكيجيبها من المغرب وكيصدق في المشاكل، شد لي نقطع عليك وكترول ليه حياته. يعني تصور كتلقى دابا، تخيل اخويا، تخيل دابا كتهرس مستقبل، كتدمر المستقبل ديال الانسان. شنو ذنبه؟ كتلقى السيد بحال مثلا دابا السيد 20 سنه هو في المانيا ولا في اوروبا ولا في اسبانيا ولا في الطاليان، كيبني في حياته درجه، تلقاه جا حارق، خد الوريقات، تعلم اللغه، دبر على خدمه، وصل تقدر فتح شركه، دار مشروع ديالو ولا خدام في ديالو، دار دار شنو بقى ليه الزواج باش يكمل الدين ديالو ويدير وليداته ويكمل المستقبل ديالو ويرتاح مع راساته. هادشي اللي. ولكن انت ملي كيمشي كيجيب وحده مسخوطه ديال ما باغا، فهمتي، باغا لاوروبا، باغا للغربه، كيجيبها كتقلب ليه سفاع العساق، كتولي داكشي اللي بنيتي انت في 20 عام، كتجي وحده كتضربوا لك في شهر، كتريبوا لك. وهادشي واقع اخوتي وانتم راكم عارفينه. وانا غادي نخلي لكم الراحه. ولا وصلتي هنايا
بارطاجي الفيديو، وما تنساش دير جيم وقلوبه، والله يسهل عليكم. وهذه القصه، كان معكم عادل المهاجر. باي.